لما نتكلم عن بناء الإيمان في العقل وفي القلب، لا يكفي إننا نتدبر في الكون وفي آيات الكون من حولنا فقط. التدبر في الكون بيبين لك أن هذا الكون يحتاج إلى خالق، لكن الخالق ده مين؟ خلقنا ليه؟ وعايز مننا إيه؟ وإزاي نطيعه؟ وإزاي ندخل الجنة؟ ما هو تعرف الكلام ده منين؟ فعشان كده التدبر يجب أن يكون في آيات الله في الكون وفي آيات الله في القرآن. هذا الخالق أرسل لك رسالة موجودة ومحفوظة وخالدة، كلام من الله سبحانه وتعالى، حرفيا من الله سبحانه وتعالى إلى البشر جميعا، عشان يهديهم إليه، عشان يعرفهم بنفسه، عشان يقول لهم هو مين وخلقهم ليه وعايز منهم إيه. اللي خلقك، ربنا اللي خلقك سايب لك رسالة، فيجب إنك أنت تنظر في الكون لكن تنظر كمان في آيات الله. وتدبر في آيات الله وفي الكون مع بعض يبني الإيمان في قلبك وعقلك، وبعدين يتحول هذا الإيمان إلى عمل صالح. يجب انك انت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، تبعد عن الفواحش والحاجات اللي بتميت القلب، وتقرب لربنا سبحانه وتعالى وتصلي وتناجيه، تتحدث اليه وتستشعر وجوده، يمتلئ قلبك بالايمان. ينتقل الايمان من قناعه عقليه الى يقين وحب، خشيه، تقوى، يملأ قلبك بالايمان. فالسبيل الوحيد والبدايه الصحيحه هي تدبر في هذا الكون وتدبر في ايات القران الكريم. لما تقرا في القران الكريم ايات ومعجزات لا تنتهي. الإعجاز في القرآن الكريم في اللغة وفي المعلومات وفي الحكمة وفي الألفاظ وفي الأعداد وفي كل كلمة في القرآن وكل حرف، في معجزات بنكتشفها بعد مئات السنين وبعد آلاف السنين. لما نقرأ الآيات في القرآن الكريم: أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. السماوات والأرض كانوا حتة واحدة وبعدين فتقناهما عن بعض. وبعدين نكتشف العلم يقول لك كده فعلا ان الكواكب دي كانت كتلة واحدة ثم انفجرت وانفصلت عن بعضها. يبقى ربنا بيديك معلومات انت هتكتشفها بعدها بسنين طويلة، فتقول سبحان الله، فتصدق هذا القرآن، تعرف ان المعجزة خالدة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل حياة جاية من الماء. النهاردة لما تبص في كل كائن حي، هو معظم جسمه وتلتين جسمه مكون من الماء، بل كل خلية حية معظمها من الماء. السيتوبلازم، المكونات الخلية عين ما فيه ده وماء، مية. وبدون الماء لا حياة. إذا حرمت الماء حرمت الحياة خلاص. الفيروس اللي هو بيبقى عبارة عن دي ان ايه او ار ان ايه، مجرد شفرة وراثية كده من غير خلية من غير مية، مش حي. لما يدخل جوه الخلية ويسيطر عليها يبقى حي. يبقى لما خد الماء، يبقى البكتيريا اللي هي خلية واحدة بس في كائنات أحادية الخلية، عبارة عن خلية واحدة، لكن هذه الخلية فيها إحساس وفيها حركة وفيها غذاء وفيها هضم وفيها طاقة وفيها شفرة وراثية وفيها نمو وفيها كل مواصفات الكائن الحي. خلية واحدة بس. لما تيجي تشوف مكونات هذه الخلية تلاقي معظمها ماء، وبدون الماء تموت هذه الخلية، يموت هذا الكائن. فتفهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. تفهم كل كلمة، تفهم ازاي الميت يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. كل شيء. طب الإنسان زوجين، طب الحيوانات زوجين، طب والنباتات زوجين ذكر وأنثى. طب ده كل شيء، مش كل حي، مش كل حاجة حية، ده كل شيء. الكهرباء سالب وموجب، المغناطيس موجب وسالب، السحب، الرياح، كل ذرة في الكون مكونة من بروتونات موجبة وإلكترونات سالبة. كل شيء زوجين اثنين. تلاقي فيه كلام تفهم هذا الأمر. شوف الكون: سماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وتكتشف إن الكون بيتمدد وبيوسع وبيكبر. فلا أقسم بمواقع النجوم، وتلاقي فعلا إن أنت باصص عليها وشايفها دي مش النجوم، دي مواقع النجوم. لأن النجم كان هنا من ملايين السنين أو مليارات السنين، وعلى ما الضوء بتاع النجم ده وصل لك كان النجم اتحرك في مكان تاني، لكن أنت شايف دلوقتي إيه؟ شايف مواقع النجوم. تمام. الشمس، جعلنا الشمس ضياء والقمر نورا. كل الكلام ده كل في فلك يسبحون. الشمس تجري لمستقر، تجري بسرعة.
شمس بتمشي، شمس بتمشي تجري بسرعة جدا، وكل في فلك يسبحون، كل الكون بيسبح بيجري بسرعة جدا. هل تعلم ان كل الكون من الذرة الى المجرة، أول الإلكترونات اللي حوالين النواة بتاعت الذرة، في كل حاجة حواليك مكونة من ذرات، وإلى المجرة وإلى الشمس والكواكب والنجوم، كله بيمشي، مفيش حاجة ثابتة في مكانها، كله بيتحرك، وكله بيطوف حوالين مركز الكون اللي احنا مش عارفين هو فين. كله بيتحرك في اتجاه واحد، وهو اتجاه عكس عقارب الساعة، وهو نفس الاتجاه اللي انت بتطوف بيه حوالين الكعبة، عكس عقارب الساعة. فكأنك بتطوف حوالين الكعبة، زي ما كل حاجة في الكون بتتحرك في نفس الاتجاه، من الذرة إلى المجرة بتطوف في نفس الاتجاه، كله ماشي في نفس الاتجاه، أنتي كلوكوايز عكس عقارب الساعة، كله ماشي في نفس الاتجاه. فلما تتدبر في القرآن تتدبر في الكون، شوف ده موجود هنا. شوف لما يقول لك والجبال أوتادا، زي الوتد، جزء فوق وجزء تحت مثبت الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني خلاها شبه البيضة مكورة، والليل نسلخ منه النهار، تلاقي نسلخ زي الجلد كده لما يتشال، لما تشوف الكوكب الأرض من بره بالنهار، تلاقي النور جاي في الغلاف الجوي، طبقة رقيقة كده حوالين الأرض، إنما الفراغ اللي بره الغلاف الجوي ظلام. فكأن النور ده زي الجلد كده بيتسلخ. بتشوف البحر، ربنا يقول لك موج من فوقه موج، موج من فوقه موج. مين كان عارف إن الأمواج اللي احنا شايفينها في البحر دي تحتها موج تاني داخلي جوه المية؟ مين كان فاهم هذا الكلام؟ مين كان فاهم إن بين المية العذبة والمية المالحة جعل بينهما حاجزا وحجرا محجورا؟ مين كان فاهم إن الرياح بتلقح النبات، والرياح تلقح الشحنات وتعمل السحاب، صن الرياح لواقح؟ مين شاف الكلام ده؟ مين عارف إن العسل فيه شفاء للناس، إن الجنين بيتكون من مضغة وعلقة، وبيتكون فيه ظلمات ثلاث، طبقات الرحم؟ كل هذه الإعجازات اللي بتشوفها في الكون وفي نفسك وتشوفها في القرآن، بتقول سبحان الله، سبحان الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقول هذا الكلام صدق، هذا الكلام حق، هذا الكلام لا يمكن يكون كلام بشر، هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فيمتلئ قلبك عقيدة وإيمان ويقين بصدق الله سبحانه وتعالى وبصدق القرآن.